السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم غادي نصاوب معكم هاد الخبزه معمره بالخضار، كتجي غزاله تبارك الله. تبعوا معايا الطريقه والمقادير. اول حاجه عندي هنايا 250 غرام ديال السميده و250 غرام ديال الدقيق مع معلقه صغيره ديال الخميره والملحه على حسب الذوق. كنجمعوا العجينه ديالنا بالماء دافي على هذا الشكل هذا حتى كتجمع لنا العجينه مزيان. من بعد فاش كنجمعوا العجينه ديالنا كندهنوها بشويه الزيت ونغطيوها ونخليوها حتى تخمر. غادي ندوز نصاوب معكم العماره. عندي هنايا الكفته، بصله وحده، جوج فصوص ديال الخيز محكوك، بوحده بطاطا محكوكه، ونص كورجيت محكوك. غادي نديرو هنا العطريه، الفلفله حمراء، الحار، الابزار، الخرقوم، سكينجبير والملحه، ونزيدو عليها شويه د الزيت ونديروها تشحر. من بعد فاش تشحرنا الخضره ديالنا كترجع على هذا الشكل هذا، نخليوها حتى تبرد وندوزو نجيبو العجينه ديالنا. بعد ما خمرتنا العجينه ديالنا غادي نجمعوها وهكا غادي نقسموها على جوج. هنا غادي نديرو جوج خبيزات وغادي ندوزو لسطح العمل ندهنو شويه د الزيت ونديرو العجينه ديالنا نطلقوها على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نجيبو داك العماره ديالنا غادي نقسمو النص والنص غنخليوها لخبزه اخرى، وغادي نديرو هكا هاد العماره هكا على هذا الشكل هذا. نسرحوها غير واحد شويه بحال اللي كتشوفوا معايا، ونحاولوا نجمعوا. هانتوما تبعوا معايا الطريقه باش ما كيتجيش العجينه مجموعه في واحد الجهه ولا العماره مجموعه في واحد الجهه. هكا كتجي مسرحه هذيك العجينه في الخبزه ديال العماره في الخبزه ديالنا. كيف ما كتشوفوا كنبقى نقرص، كنبقى نشد ديك العجينه كنلصقها مع بعضياتها، كتبقى ملصقه وما كتجيش مجموعه بحال هكا. فاش كنتاكدوا الخبزه ديالنا مسدوده كنقلبوها ونحطوها في الصينيه الفران بحال هذا الشكل، وكنحاول نقرص واحد شويه. من بعد كنبقى نبرك هكا بالصبعان ديالي هكا، ما نبركوش بزاف حتى تقطع لنا العجينه، واما غير هكا. صافي من بعد غنخليوها ترتاح واحد شويه. غادي نكمل الثانيه ونجيبو واحد البيضه نديرو معاها شويه ديال الصلصه ديال المطيشه ولا ديال الهريسه، وغادي ندهنو الخبزه ديالنا على هذا الشكل هذا. هنا الا ما كانش عندكم مطيشه ولا ماشي مشكل، ديروا غير بيضه. من بعد الا بغيتو درشوا عليها شويه الفرماج، ما كانش بلاش اولا الجنجلان. انا هنايا درت حبه سودا كيف ما كيبان لكم، ديروا جنجلان ولا اللي كان. من بعد فاش تخرج لنا الخبزه ديالنا كتجي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، كتجي مقرمشه تبارك الله. هانتوما كتجي كما قلت لكم هذيك العماره كتجي مسرحه في الخبزه كامله، واحد التقرميشه تبارك الله ما شهيتكم فيها. كتجي غزاله تبارك الله. انا وليداتي عجباتهم بزاف بزاف. هانتوما كتجي زوينه وما باينينش هذيك الخضار محكوكه، ما باينش مزيان. وهنا غادي نقول لكم شكرا على المشاهده ومع السلامه.